السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. لسه الكرتونة دي واصلانا حالا من مطروح. المفروض إن هي فيها حيات قرعة وفيها كوبرا، ولكن الحقيقة حتى الآن أنا مش عارف الكوبرا الموجودة دي هل هي كوبرا مصرية ولا الكوبرا الجديدة بتاعتنا اللي هي الكوبرا الأوبسكورا، لأن الصور اللي اتبعتت لي ما كانش واضح فيها بالظبط النوع. فتعالوا بينا نفتح مع بعض. أنا حتى لسه ما فتحتش الكرتونة نهائيا. تعالوا نفتح مع بعض الكرتونة ونشوف مع بعض ايه المتواجد داخلها. بسم الله. بصوا يا جماعة، زي ما حضراتكم شايفين، طبعا الصيادين لما بيصطادوا الحيات بيحطوها كده في ازايز عشان الامان. وهنا الكوبرا، ولكن الحقيقة انا اعتقد ان هي كوبرا داكنة. هنخلي دول على جنب ونفضي الاول الحيات اللي معانا، نشوف معانا كام حية. بسم الله. هنا دي اول حية. دي هنا كده يا جماعة الحية القرعاء سيلاستس فيبرا، واللي معانا دي اول حاجة عينة ذكر. طبعا دي منتشرة في كل الاماكن اللي فيها رملة ناعمة في صحاري مصر. وهنا معانا الازازة التانية، نشوف الموجودين فيها قد ايه. طبعا هم هياخدوا وقت على ما ينزلوا من الازازة، لان طبعا مش كلهم مستعدين للنزول. طبعا ما ينفعش ان انا مدي ايدي هنا وانزل حاجة بايدي او اي حاجة زي كده، ولكن احنا ينفع نستخدم الماسك وننزل بيه. هنا كده زي ما حضراتكم شايفين هنستخدم الجفت. بسم الله. ونقول ادي اول واحدة كده، 3 حيات، وادي 4، ادي 5، ادي 6، دي كبيرة ما شاء الله، ادي 7، ادي 8، ادي كده 9. بصوا يا جماعة، الحية القرعاء من اكتر الحاجات اللي بنقدر نعرف من خلالها الذكر من الانثى من شكل الذيل. بنقدر نعرف الذكر من الانثى من شكل الذيل. انا بحاول ان انا اقربها لحضراتكم عشان توضح معانا. هنا الانثى بتكون بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين، لون الذيل بيكون باللون الاسود. دي كده بتكون انثى، في حين عندنا الذكر بيكون لون الذيل بنفس لون الجسد. بنفس لون الجسد زي ما حضراتكم شايفين، بيجي نفس لون الجسد. فعشان كده بنقدر نفرق بين الذكر والأنثى بالنسبة للحية القرعاء سيلاستس فيبرا. تعالوا بقى مع بعض نركن دول على جنب ونشوف معانا الكوبرا اللي جاية. احنا معانا عينتين من الكوبرا. طبعا الكوبرا هنا زي ما حضراتكم شايفين محطوطة في ازازة كبيرة شوية. احنا مش عارفين الحقيقة هنعرف نطلعها من الازازة ديت بدون ما نقطعها ولا لا. دي هنا كده يا جماعة، وبالفعل هي الكوبرا الداكنة ناجا وبسكورة. هنحاول ان احنا نطلعهم من الازازة ونشوفهم مع بعض. وهنا كده يا جماعة جبنا مقص عشان نقطع الازازة ونعرف نفتحها، ونقدر ان احنا نطلع الكبر الموجودة بدون ما نأذيها او تأذينا.
هنا زي ما حضراتكم شايفين، هنا واضح جدا رأس الاتنين كوبرا. طبعا دول عينتين مش عينة واحدة. هنا الرأس واضحة جدا، وسواد الرأس بتاعها طبعا واضح جدا. فاللي هنعمله كالتالي، هنجيب الماسك ونحاول ان احنا نمسكهم واحدة واحدة، ونقول بسم الله. طبعا هي زنقة دماغها، ولكن احنا ممكن نعمل حاجة تانية هتساعدنا برضو، ان احنا نطلع الدماغ كده بره. طبعا هي كل ده بتدفن دماغها تحت، يعني هي كل ده بتدفن دماغها تحت لان هي مش عايزة تطلع. فاحنا هنحاول نطلع دماغ واحدة منهم ونسحبها. برضو بتدفن دماغها تحت. طيب اللي هنعمله بقى كالتالي، ان احنا هنوسع الفتحة دي شوية، لان هما الاتنين لفين على بعض بشكل كبير. فاحنا هنوسع الفتحة اللي هما فيها شوية. بسم الله. وبكده يا جماعة ادينا لها مساحة اكبر ان هي تطلع، وان احنا نقدر نسيطر عليها. فنقول بسم الله. طبعا ممنوع اي حد يقلد اي حاجة من اللي احنا بنعملها دي نهائيا. ممنوع اي حد يقلد حاجة من اللي بنعملها دي نهائيا. انا بحاول ان انا اطلعها براحتها. معانا هنا الماسك، بمجرد ما الدماغ تطلع بره هنسيطر عليها على طول بإذن الله. فهنا الأول نطلع أول واحدة، هي أصلا متظاهرة بالموت لأن هي جاية من مسافة، فهي كده كده متظاهرة بالموت. وادي برضو التانية، الاتنين متظاهرين بالموت، ولكن معانا عينتين ممتازين جدا من الكوبرا الداكنة. بصوا يا جماعة، انا طبعا بحاول ان انا امسكهم مع بعض عشان نشوف الاتنين جنب بعض. هنا زي ما حضراتكم شايفين دي الكوبرا الداكنة، مميزة جدا بالراس السوداء، مميزة جدا بالبطن اللي لونها اسود بالكامل. ومن اهم الحاجات اللي كانت مصنفة الكوبرا الداكنة هي ان الحرشفة رقم 3 ورقم 4 ان هم متصلين بالعين، ولكن الحقيقة دي مش اساسية، لان احنا عندنا عينات من الكوبرا الداكنة موجود فيها العلامة متصلة، وعينات تانية موجود فيها العلامة منفصلة. فعندنا عينات تشبه الكوبرا المصرية زي اللي معانا دي بالظبط. هنا مفيش، هنا في حاجز بين العين وبين الحرشفة رقم 3 و4، في حين ان في عينات تانية في حاجز بين العين، في اتصال بين الحرشفة رقم 3 و4 وبين العين. فهنا زي ما حضراتكم شايفين ده الجسد. اهم حاجة بتميزها لون الديل اللي بيكون باللون الاسود، يعني كلهم سواء العينات فاتحة او العينات غامقة كلهم بيجي نهاية الديل بتاعهم باللون الاسود زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا البطن كلها بالكامل بتيجي باللون الاسود المائل الى الاحمر. لما نيجي نشوف هنا البطن مع بعض، بصوا يا جماعة، اللون الاسود المائل للاحمر واضح جدا طبعا فيها زي ما حضراتكم شايفين. دي هنا الكوبرا الأوبسكورا، ناجا أوبسكورا أو الكوبرا الداكنة. وعينتين طبعا مميزين جدا، عينات كبيرة مميزة جدا من الكوبرا الأوبسكورا. طيب تعالوا نوقف واحدة منهم ونشوفها وهي مشرعة، هل هي بالفعل كوبرا أوبسكورا ولا لا. يلا بينا.
ودي هنا كده يا جماعة أول عينة معانا من الاتنين. طبعا احنا شلنا واحدة وحطينا واحدة عشان نشوف كل واحدة لوحدها. وزي ما حضراتكم شايفين العينة ديت والتانية الاتنين بصراحة عينات ضخمة جدا من الناجا وبسكورة. يعني أنا عندي العينات الموجودة عندي أكبر عينة فيهم 1.70 متر، ولكن العينتين الموجودين معانا دول 185 سنتي، وحجم الرأس أكبر بكتير من الموجودين عندي. طبعا سامعين الصوت. بصوا يا جماعة، هي طبعا مركزة جدا. أنا بحاول بس أوريكم التشريعة بتاعتها عاملة إزاي مع السواد اللي موجود في البطن. السواد بتاعها مايل للون الاحمر شويه. السواد مايل للون الاحمر شويه، ولكن في حاجه في الناجا وبسكوره مختلفه عن الكوبرا المصريه كمان، ان الحجم بتاعها رغم ان هي طويله، يعني دي 185، الا ان هي رفيعه مقارنه بالكوبرا المصريه. لو كوبرا 185 سنتي هتبقى ضعف الحجم ده او اكتر من ضعف الحجم ده بالنسبه لحجم الجسد. ولكن زي ما حضراتكم شايفين هي طويلة ولكن مش ضخمة. الرأس فقط هي اللي ضخمة، ولكن الكبرى ككبرى مش ضخمة. فدي أول عينة. أنا بقى هوريكم حاجة تانية في العينة دي مميزة جدا. لون السواد اللي مال الأحمر ده لما نشوفه مع بعض وهو محطوط على وهي محطوطة على ظهرها هنشوف مشهد جميل جدا. بصوا يا جماعة شكل البطن عامل ازاي. اللون الاسود مع الخطوط البيضاء اللي هي الفواصل بين الحراشف بتاعة البطن. يعني سبحان الله، الحراشف بين كل واحدة والتانية يعني تحس ان هي واخدة المقاس بالظبط. بين كل واحدة والتانية نفس المقاس بالظبط، وعاملة طبعا الشكل اللي حضراتكم شايفينه ده شكل مميز جدا. وطبعا زي ما حضراتكم شايفين من الجنب هنا واضح اللون المائل للأحمر، يعني السواد ده مائل إلى الأحمر. يعني هو حتى مش ظاهر هنا في الكاميرا زي ما ظاهر على الطبيعة. هو هنا مش ظاهر في الكاميرا زي ما ظاهر على الطبيعة، ولكن زي ما حضراتكم شايفين اللون بتاع البطن بصراحة مع رسمة الحراشف شيء مميز جدا. طب تعالوا بقى نفوقها كده ونشوفها هتفوق معانا ولا لا. هي اصلا بدأت تفوق من غير احنا ما نفوقها، ولكن هي بمجرد بس ما نحسسها ان في فرصة ان هي تفوق هي فاقت مباشرة لوحدها. وطبعا ممنوع اي حد يجرب او يقلد اي حاجة من اللي احنا بنعملها دي نهائيا. فدي هنا اول كوبرا هنرجعها في الحوض على طول جنب اخواتها، ونجيب التانية نشوفها مع بعض. ودي هنا كده يا جماعة تاني واحدة جات لنا برضو ناجا وبسكورة، ولكن دي اللون بتاعها اغمق من الاولانية. ومع ذلك برضو بيبقى فيه الوان اغمق من كده، يعني في منها الوان بتبقى سودة بالكامل. ولكن المشترك ما بين كل العينات ان الرأس باللون الاسود، كلها باللون الاسود، والبطن باللون الاسود، وحتى نهاية الذيل بتكون برضو باللون الاسود. زي ما حضراتكم شايفين برضو طولها حوالي 185 ولكن رفيعة. يعني حوالي 185 ولكن رفيعة. طبعا انا هنا بحاول ان انا استفزها عشان نشوف الوقفة بتاعتها. رغم ان العينة دي اقرب بشكل كتير جدا للكوبرا المصرية، ولكن المنطقة اللي بتيجي منها مفيش فيها غير ناجا وبسكورة حتى الآن. فهنا دول العينتين اللي قلنا من المنطقة. وعايز اقول لحضراتكم ان المنطقة المتواجدة فيها يا جماعة هي منطقة ملهاش علاقة بنهر النيل نهائي، بل ان هي في عمق الصحراء، ولكن قريبة من اماكن فيها برك مية. ان شاء الله هنبقى ننزل المكان ده في رحلة بإذن الله قريبا عشان نصور من المنطقة هناك. ولكن زي ما حضراتكم شايفين دي هنا ناجا وبسكورة العينة التانية. وهنتابع مع بعض ان شاء الله كل جديد بإذن الله.